تخيل إنك صاحي الصبح في يوم عادي وماشي في الشارع وكل حاجة طبيعية، وفجأة كل اللي حواليك بقى بيتكلم، بس مش بكلامهم العادي، لا، ده بدأ يطلع لهم صوت جديد، صوت مش عارف جاي منين. فتكتشف إنك سامع اللي جوه دماغهم، سامع أفكارهم الحقيقية اللي عمرهم ما قالوها لحد. الأم بتفكر في ابنها وهي بتضحك، الصاحب بيفكر فيك بشكل تاني، واللي بيعدي جنبك في الشارع دماغه عاملة دوشة مفيش بعدها. ساعتها بس بتكتشف إنك بقيت بتسمع الأفكار. فتفتكر هتحس وقتها إنك بقيت تعرف الناس على حقيقتهم، ولا هتكتشف إنك مش قادر تستحمل الحقيقة دي أصلاً؟ يلا بينا نشوف ده مع بعض. دماغ الإنسان فيها منطقتين مهمين، واحدة بتمثل الراوي الداخلي اللي بيكلم نفسه، والتانية هي المراقب اللي بيحكم على كل فكرة وبيفلترها قبل ما تطلع لبره. فلما تسمع حد بيتكلم، انت مش بتسمع الحقيقة، انت بتسمع النسخة اللي هو سمح لها تطلع. لكن لو دخلت جواه هتسمع الحروب الصغيرة اللي بيخوضها كل يوم. شخص بيبتسم لكنه بيمثل، واحد بيضحك وهو حاسس بالفراغ، واحدة بتقول أنا كويسة بس عقلها مليان دوشة. الفكرة دي مرعبة ومؤثرة في نفس الوقت، لأنك هتكتشف إن كل الناس حتى اللي شكلهم أقويات بيفكروا ويتوتروا ويخافوا زيك بالظبط. تخيل بقى لو كل ده اتكشف، لو كل الناس بتسمع أفكار بعض، مفيش أسرار، مفيش تمثيل، مفيش أنا تمام. العالم هيبقى أصدق ولا هينهار؟ لأن في الحقيقة السكوت هو اللي محافظ على توازننا. تخيل تسمع أم بتفكر ابني سبب تعبي، أو صديقك اللي دايما بيساعدك بيقول في نفسه أنا زهقت. الصراحة الكاملة دي هتكسر كل العلاقات، لأننا مش مخلوقين نتحمل عقول بعض على طول. في حاجات لازم تفضل جوه، لأن خروجها ممكن يهد الدنيا حوالينا. في سنة 2019 علماء في جامعة كاليفورنيا قدروا يحولوا إشارات الدماغ لصوت مفهومة، يعني حرفياً قدروا يسمعوا نوايا الناس قبل ما يتكلموا. واللي اكتشفوه إن في فرق واضح جداً بين الفكرة اللي بنفكر فيها والكلمة اللي بنختار نقولها. يعني احنا فعلاً ما بنقولش اللي بنفكر فيه، بنقول النسخة المهذبة اللي المجتمع يسمح بيها. وده يورينا إن العقل البشري أعمق وأعقد من أي لغة. وفي الآخر يمكن ربنا خلقنا نسمع بعض بالكلام مش بالأفكار، علشان نحافظ على حتة الغموض اللي بتخلينا بشر. لأن لو عرفت اللي في دماغ الناس مش هتقدر تحبهم زي الأول، وساعتها يمكن تكتشف إن الهدوء اللي جواك كان هو أصدق صوت بينهم كلهم.